ايه ده؟ هو فين حماده؟ حماده. ايوان. ازيك يا حماده؟ عامل ايه؟ الحمد لله. حماده، عايز اسالك سؤالين. اه طبعا اتفضل. جاهز يعني؟ انا على طول جاهز. يا ابو قلبي جامد انت يا حماده. طب تعالى بقى، ازاي يزيد عدد السكان في اي منطقه؟ عن طريق ان يكون في مواليد كتير، يعني اطفال تتولد باعداد كتيرة جدا، وبكده هيزيد عدد السكان. مظبوط، صح يا حماده. طب يا حماده، هسالك السؤال التاني. ازاي عدد السكان هيزيد في اي منطقه من غير ما يكون في مواليد خالص؟ يعني مفيش اطفال هتتولد، ورغم كده عدد السكان هيزيد. ازاي بقى؟ لا مش عارف ازاي مفيش مواليد وعدد السكان يزيد؟ ازاي بقى؟ ده بقى موضوع حلقتنا، ويلا بينا نبدا ونقول بسم بسم الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة أولى ثانوي في كل مكان، معكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نتكلم على درس نمو وتركيب السكان في مصر، الجزء الثاني. الجزء الأول كنا عرفنا إزاي نجمع معلومات عن السكان عن طريق التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية، وعرفنا كمان إن عدد السكان في تزايد مستمر، وده اللي بنسميه النمو السكاني، وده بسبب الزيادة الطبيعية، ان في عدد مواليد كبير جدا في المقابل عدد الوفيات قليل. وفي الجزء التاني اللي هو موضوع حلقتنا هنعرف ازاي ممكن يزيد عدد السكان من غير ما يكون في مواليد، وده اللي بنسميه الزيادة غير الطبيعية. طب يعني ايه بقى زيادة غير طبيعية؟ هي زيادة عدد السكان نتيجة الهجرة. الناس هتمشي من منطقة وتروح منطقة تانية، وتلعب الزيادة غير الطبيعية اللي هي الهجرة دورا في تغيير حجم سكان الدولة أو محافظتها ومراكز العمران بها. طب ازاي بقى وايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندنا دولتين، دولة عدد السكان فيها كتير جدا وزحمة، والدولة التانية عدد سكانها قليل، الناس بقى لو هاجروا من الدولة اللي فيها زحمة وراحوا الدولة اللي عدد سكانها قليلين، فكده حجم السكان هيتغير في الدولتين. الدولة اللي كان فيها سكان كتير وزحمة عدد سكانها هيقل، والدولة التانية اللي كان حجم سكانها قليل السكان فيها هيزيدوا. وكمان داخل الدولة لو السكان هاجروا من محافظة راحوا محافظة تانية فهيتغير حجم سكان المحافظات، هيبقى في محافظات عدد سكانها كبير جدا ومحافظات عدد سكانها قليل، والمحافظات اللي هيبقى فيها سكان كتير وفيها زحمة هيكون فيها مراكز عمران كتير جدا، يعني فيها مساكن وبيوت كتيرة تكفي السكان اللي موجودين في المحافظة. وبكده نقدر نقسم الهجرة إلى نوعين، هجرة داخلية وهجرة خارجية. تعالوا بقى نبدأ بالهجرة الداخلية، وهي انتقال السكان من منطقة لأخرى داخل حدود الدولة. لازم تكون جوه الدولة، ما تطلعش بره الحدود خالص. ولازم تكون الهجرة دي بهدف 3 حاجات: العمل، واحد رايح يشتغل، أو الإقامة، إنه يروح يشتري بيت ويفضل قاعد في محافظة معينة ويستقر فيها، أو التعليم، إنه يروح يدرس في محافظة تانية فهيفضل عايش فيها سنين كبيرة وطويلة جدا، فممكن ما يفكرش إنه يرجع تاني. ومن أمثلة الهجرة الداخلية هجرة السكان من محافظة إلى أخرى، وهجرة السكان من الريف إلى المدن، يعني داخل حدود الدولة. طب ايه اسبابها الهجرة الداخلية؟ ليه السكان بيسيبوا محافظاتهم ويروحوا محافظات تانية او يسيبوا الريف ويروحوا المدن؟ بسبب وجود عوامل طرد وعوامل جذب للسكان. الاسباب اللي هتخلي السكان يسيبوا المنطقة بتاعتهم والمحافظة بتاعتهم او الريف ويهاجروا منه هنسميها عوامل طرد، والاسباب اللي هتخلي السكان يروحوا محافظة او منطقة معينة يسكنوا فيها ويستقروا فيها فترة طويلة هنسميها عوامل جذب. تعالوا نبدأ بعوامل الطرد ونعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي السكان يهاجروا من الريف او يهاجروا من المحافظة بتاعتهم. اول سبب قلة فرص العمل، مفيش شغل. وضيف على كده انخفاض الاجور، لو في شغل هتلاقي المرتب بتاعه ضعيف جدا وقليل. كمان صغر مساحة الملكيات الزراعية، كل واحد بيملك مساحة صغيرة قوي من الارض الزراعية، وده لان الاراضي الزراعية بتتوزع على الورثة. يعني لو في فلاح عنده أرض زراعية، أول ما الفلاح ده يموت الأرض الزراعية بتاعته هتتوزع على أولاده، فكل واحد هيملك مساحة صغيرة من الأرض الزراعية، مش هينفع بقى يزرعها ويلم كمية محصول قليلة ويروح يبيعها، مش هتجيب فلوس يقدر يعيش بيها. فبيكون الحل إن كل واحد يبيع حتة الأرض اللي عنده ويروح مكان تاني يسكن فيه ويدور على شغل فيه. وضيف على كده قلة الوحدات السكنية، مفيش شقق كتير يسكنوا فيها لأن معظم الأراضي زراعية، ولو جرى في الأرض وبنى عليها عمارة، العمارة هتكون آخرها 3-4 أدوار، مش هينفع يزود عن كده لأن هتحصل كارثة والعمارة تنهار. آخر سبب تدهور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، يعني المستشفيات اللي موجودة إمكانياتها ضعيفة ما تسمحش إنهم يعملوا عمليات جراحية كبيرة،
وكمان المدارس إمكانياتها ضعيفة ومش كل الجامعات موجودة، والخدمات الاجتماعية متدهورة. والخدمات الاجتماعية نقصد بيها الحاجات الترفيهية زي الأندية، الكافيهات، الملاهي. الحاجات اللي قلناها دي كلها بقى لو موجودة في مكان واحد بيكون سبب ان الناس تسيب المكان ده وتعمل هجرة داخلية وتروح مكان تاني تعيش وتستقر فيه. تعالوا بقى نتكلم على عوامل الجذب. ايه الحاجات اللي هتخليك تسيب منطقتك وحتتك ومحافظتك وتهاجر تروح لمحافظة تانية؟ اكيد المحافظة التانية دي فيها حاجة، وزي ما قال الشاعر حمدي قصة، فيها حاجة حلوة، فيها حاجة تخلينا نثبت فيها سنة سنة. ايه بقى الحاجة دي؟ هو الحقيقة مش حاجة واحدة، هي حاجات كتير. اول حاجة توافر فرص العمل، في شغل. مش لاقي شغل في محافظتك؟ تعالى في شغل. طب ايه كمان؟ ارتفاع الاجور، في مرتبات عالية. بس اوعى تفتكر ان انت هتشتغل واخر الشهر يدوك شنطة فلوس، لا مستحيل. هو هتاخد مرتب يعتبر مرتفع بالنسبة للمحافظة اللي انت مهاجر منها. طب ايه كمان؟ ارتفاع مستوى المعيشة. المعيشة تعتبر كويسة جدا، كل حاجة متوفرة، كهرباء ومية وغاز وشبكات انترنت وشبكات موبايل. طب وايه كمان؟ توافر الخدمات الاجتماعية. والخدمات الاجتماعية زي الخدمات الصحية والتعليمية، في مستشفيات كتيرة جدا وعلى أعلى مستوى وإمكانياتها عالية جدا. وكمان في خدمات تعليمية، مدارس بجميع أنواعها، حكومي وخاص وناشونال وانترناشونال. وفي كمان كل أنواع الجامعات، حكومية وخاصة. وكمان تركز الإدارة والحكم والمنشآت الترفيهية والثقافية بالمدن. والإدارة والحكم زي مثلا مؤسسة الرئاسة، مجلس الشعب، الوزارات المختلفة. الحاجات دي كلها موجودة بس في محافظة القاهرة. يعني لو في واحد كده ربنا كرمه هيشتغل موظف في اي وزارة، ده على طول هيسيب المحافظة اللي قاعد فيها ويهاجر يروح يسكن في المحافظة اللي فيها الوزارة عشان يشتغل. وكمان في منشآت ترفيهية وثقافية. المنشآت الترفيهية زي الكافيهات مثلا والحاجات اللي احنا ننزل نتفسح فيها، المطاعم المختلفة، او الأندية زي النادي الأهلي والزمالك في القاهرة. وكمان في منشآت ثقافية زي مثلا مكتبة اسكندرية. الحاجات دي بقى كلها لو موجودة في محافظة أكيد هتجذب السكان من المحافظات التانية وتخليهم يهاجروا ويجي يستقروا فيها. والمحافظات اللي الناس هتهاجر وتروح تعيش وتستقر فيها هنسميها محافظات جاذبة للسكان. وأكتر محافظتين بتجذب السكان هي محافظة القاهرة ثم محافظة الإسكندرية، بعد كده محافظة الجيزة. كمان من المحافظات الجاذبة محافظات قناة السويس زي محافظة السويس ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد. وكمان محافظة البحر الأحمر خصوصا مدينة الغردقة ومحافظة جنوب سيناء. والمحافظتين دول مشهورين جدا بمجال السياحة. إنما المحافظات اللي الناس هتسيبها وتهاجر منها هنقول عليها محافظات طاردة للسكان، زي محافظات الدلتا أو محافظات الوجه البحري زي محافظة المنوفية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ. ومحافظات الصعيد أو الوجه الإبلي زي محافظة الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. في خريطة بقى مهمة جدا جدا هي دي، والخريطة دي بتبين تيارات الهجرة الداخلية في مصر. الناس بينتقلوا من أي محافظة طاردة ويروحوا يستقروا في أي محافظة جاذبة. وهنستخدم الخريطة دي في حل أسئلة كتير جدا في الحلقة اللي جاية بإذن الله بتاعة الأسئلة. الخريطة دي بتوضح كل محافظات مصر الجاذبة والطاردة، هتلاقي فيها أسهم كتير. السهم اللي باللون البنك أو البامبي هتلاقيه بيخرج من محافظات الوجه الإبلي أو الصعيد ومتجه ناحية محافظة القاهرة. وتلاحظ إن كل محافظات الصعيد بيشتركوا في السهم الكبير قوي ده، أو كل محافظة خارج منها خط بيروح للسهم الكبير. كمان محافظات الدلتا أو محافظات الوجه البحري بيشتركوا كلهم في سهم صغير كده ورايح ناحية محافظة القاهرة. كمان نلاحظ إن مدينة اسكندرية بيخرج منها خط كده رايح للسهم الكبير اللي رايح لمحافظة القاهرة. السهم التاني بقى اللي باللون البرتقالي أو البرتقاني، شوف انت بتنطقها ازاي. المهم بقى السهم ده بيشترك فيه كل محافظات الوجه الإبلي وبيتجه نحو مدينة اسكندرية. كمان في سهم صغير تاني بيتجه من محافظات وسط وغرب الدلتا رايح ناحية مدينة اسكندرية زي محافظة كفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة. كمان في سهم تاني باللون الأخضر بيخرج من محافظات شرق الدلتا باتجاه محافظات قناة السويس. كمان في سهم أخضر تاني بيخرج من محافظات الوجه الإبلي أو الصعيد باتجاه محافظات قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء. في سهم تاني بقى صغير كده باللون البنفسجي بيخرج من محافظة قنا وسوهاج باتجاه محافظة البحر الأحمر رايحين يشتغلوا في مدينة الغردقة.
طب بعد ما الناس تنتقل من المحافظات الطاردة للمحافظات الجاذبة هيحصل ايه بقى؟ ايه نتائج الهجرة الداخلية؟ طيب احنا الاول كده نشيل الخريطة دي وبص بقى، احنا ممكن نقسم نتائج الهجرة الداخلية لجزئين، نتائج هتحصل في المحافظات الجاذبة للسكان او المستقبلة للمهاجرين، ونتائج هتحصل في المحافظات الطاردة للسكان. بالنسبة للمحافظات الجاذبة للسكان او المستقبلة للهجرة هيحصل فيها ايه بقى؟ ارتفاع معدل النمو السكاني، الناس فيها هتزيد، وكمان ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث، هيبقى فيها شباب كتير جدا، لأن معظم الناس اللي بيعملوا هجرة داخلية شباب جايين يدوروا على شغل. طب وإيه كمان؟ ظهور العديد من المشكلات، هتحصل مشكلات كتيرة جدا في المحافظات الجاذبة للسكان، زي الازدحام، هتبقى زحمة جدا، وكمان انتشار العشوائيات، كل واحد هيبني في اي حتة والدنيا مش هتبقى منظمة خالص، وانتشار البطالة، لان عدد الذكور بقى كبير جدا في المحافظة الجاذبة للسكان، فالشغل اللي موجود مش هيكفي كل الشباب، فبكده هتنتشر البطالة. طب بالنسبة بقى للمحافظات الطاردة للسكان هيحصل ايه بقى؟ ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور، لأن معظم اللي هاجروا من المحافظات الطاردة للسكان شباب ورجالة رايحين يدوروا على شغل، فاللي بقى موجود في المحافظة بنات وستات، بقى عددهم هم اللي أكتر. طب إيه كمان؟ نقص العمالة خاصة الزراعية، مش هنلاقي حد يشتغل في الزراعة في المحافظات الطاردة للسكان، ودي تعتبر كارثة كبيرة جدا، لأن مع الوقت مش هنلاقي أكل ناكله، فهنلجأ كده للاستيراد من الخارج، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. طب ايه الحل بقى عشان نقضي على موضوع الهجرة الداخلية؟ عن طريق تطوير الريف وتوفير الخدمات المختلفة به، يعني يكون في كهرباء ومية وغاز وشبكات انترنت وشبكات موبايل، وكمان يكون في خدمات صحية وتعليمية، وكمان توفير فرص عمل. الشباب والرجالة لما يلاقوا الريف بقى جميل جدا وفي فرص عمل مش هيفكروا خالص في الهجرة الداخلية. وبكده نكون خلصنا كلام على الهجرة الداخلية. تعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم. السؤال الأول: تنفرد محافظة القاهرة عن باقي المحافظات الجاذبة للسكان بإيه؟ ألف: توافر الخدمات الاجتماعية، ب: وجود المنشآت الترفيهية، ج: وجود مراكز الحكم والإدارة، د: ارتفاع الأجور. في حاجة أنا قلت لك عليها في وسط الشرح موجودة في محافظة القاهرة بس، هي إيه بقى؟ تبقى الإجابة ج: وجود مراكز الحكم والإدارة، لأن القاهرة هي عاصمة مصر، والعاصمة بيكون فيها مؤسسة الرئاسة اللي بتحكم البلد كلها، وكمان مجلس الشعب والوزارات المختلفة. تعالوا بقى ناخد سؤال كمان. ترتفع نسبة الذكور بصورة واضحة عن نسبة الإناث في محافظة إيه؟ ألف: الغربية، ب: بورسعيد، ج: كفر الشيخ، د: بني سويف. طيب بص بقى، احنا عرفنا ان نسبة الذكور بترتفع في المحافظات الجاذبة للسكان، تبقى الإجابة ب: محافظة بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس وهي جاذبة للسكان. وبكده نكون خلصنا كلام على الهجرة الداخلية. تعالوا بقى نتكلم على الهجرة الخارجية، وهي انتقال السكان من دولة إلى أخرى، وده معناه إنها خارج حدود الدولة، وبهدف 3 حاجات: العمل، واحد رايح يشتغل، أو الإقامة يعيش ويستقر في دولة تانية، أو التعليم هيروح يدرس في دولة تانية ويعيش فيها فترة طويلة. طب إيه أسباب الهجرة الخارجية؟ أنا لسه قايلك من شوية إن الهجرة الخارجية بتكون بهدف العمل، واحد مش لاقي شغل فهيسيب البلد ويمشي يروح يدور على شغل في دولة تانية، وده بقى أول سبب: انتشار البطالة. طب إيه كمان؟ انخفاض مستوى المعيشة، يعني الخدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو ترفيهية مستواها ضعيف جدا بالمقارنة مع الدول الأوروبية أو دول أمريكا. هتلاقي بقى مستشفيات مستواها عالي جدا وزي القمر اهو، وكمان هتلاقي مدارس بقى جميلة جدا وجامعات عالمية، ومستوى الترفيه عالي جدا. من الآخر كده مفيش مقارنة خالص. طب وإيه كمان؟ عدم توظيف القدرات العلمية، مما يؤدي إلى هجرة العقول المفكرة. القدرات العلمية يعني واحد شاطر جدا في المجال بتاعه، سواء كان بقى طبيب أو مهندس أو كيميائي أو فيزيائي. الناس دي ممكن نستفيد منهم يعملوا لنا اختراعات وابتكارات، لكن للأسف مش لاقيين حد بقى يقدر دماغهم المتكلفة دي. فمين بقى اللي بيقدر الدماغ المتكلفة؟ دول أوروبا وأمريكا. بيقولوا للناس دول: تعالى خد، تعالى اقعد عندنا، هنوفر لك كل حاجة انت عايزها، فلوس تلاقي، ترفيه تلاقي، كل حاجة انت عايزها، هتقعد تاكل وتشرب وتخترع.
فاكيد طبعا هيسيب البلد ويروح يقعد في الدولة اللي بتقدره وتوفر له كل حاجة هو عايزها. طب الهجرة الخارجية حلوة ولا وحشة؟ هي حلوة ووحشة في نفس الوقت. يعني مثلا من ايجابياتها انخفاض نسبة البطالة، يعني لو عندنا ناس بتشتكي من البطالة كتير قوي في البلد، لما يسيبوا البلد ويمشوا يروحوا يشتغلوا في اي دولة تانية فكده مشكلة البطالة عندي قلت. طب وايه كمان؟ زيادة الدخل من العملات الأجنبية. الناس اللي هتهاجر تروح تشتغل في دول تانية لما يقبضوا المرتبات هيبعتوا بقى الفلوس دي لأهلهم هنا في مصر، هيبعتوها بالدولار، البلد بقى تاخد الدولارات وتديهم جنيهات. طب ايه بقى السلبيات، الحاجات الوحشة بتاعتها؟ عدم استفادة الدولة من العقول المفكرة والكفاءات العلمية المهاجرة. مش هنستفيد خالص من الناس الشاطرين جدا اللي مشيوا، واللي هيستفيد منهم الدول الأوروبية والأمريكية. ولما شفنا عدد المهاجرين المصريين اللي سابوا مصر وراحوا يشتغلوا في الدول العربية اللي جنبينا، لقينا عددهم 3 مليون شخص، وكان 70% من المهاجرين أعمارهم من 20 إلى 40 سنة، وده معناه إنهم رايحين يدوروا على شغل، وكان المفروض البلد تستفيد منهم، لكن للأسف مشيوا بسبب انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وعدم توظيف القدرات العلمية والكفاءات. وعلى فكرة الهجرة الخارجية نوعين: هجرة نازحة وهجرة وافدة. الهجرة النازحة يعني المهاجرين إلى خارج الدولة، ناس هتمشي من البلد. إنما الهجرة الوافدة مهاجرين قادمين إلى الدولة، ناس جايين يقعدوا في البلد، يجوا بالسلامة إن شاء الله. وبنعمل بقى معادلة صغيرة كده عشان نحسب صافي الهجرة الخارجية. بنطرح عدد المهاجرين النازحين اللي هما بيمشوا من البلد ناقص عدد المهاجرين الوافدين أو القادمين اللي جايين للبلد، يجوا بالسلامة إن شاء الله. وبتكون النتيجة في صالح الدولة، يعني النتيجة تعتبر كويسة جدا لو كان عدد القادمين أكتر من النازحين. أكيد أنت هتسأل دلوقتي وتقول ليه؟ أنا هقولك، لو سمعت إن في دولة الناس نفسها تهاجر وتمشي منها، هتفهم على طول إن الدولة دي كل حاجة فيها سيئة، خدمات سيئة وكل حاجة وحشة جدا. العكس بقى، لو سمعت إن في دولة الناس نفسها تهاجر وتروح تعيش فيها، هتفهم على طول إن الدولة دي مستوى خدماتها عالي جدا والمعاملة فيها كويسة جدا وكل حاجة فيها جميلة. فمعنى ان الناس اللي جايين يقعدوا في البلد عددهم اكبر، فده يعتبر شهادة ان الدولة دي جميلة جدا. وبكده نكون خلصنا كلام على الهجرة الخارجية. تعالوا ناخد سؤال نحبس بيه ونكمل الكلام بتاعنا. تؤثر الهجرة الخارجية ايجابيا على الدول المرسلة للمهاجرين من خلال ايه؟ الدول المرسلة للمهاجرين يعني الدول اللي الناس بتمشي وتهاجر منها، واحنا عرفنا ان من ايجابيات الهجرة الخارجية انخفاض نسبة البطالة وزيادة الدخل من العملات الاجنبية. تعال نشوف انه موجود منهم في الاختيارات ونختاره. الف، تطور البحث العلمي؟ لا طبعا. طب ب، دعم المشروعات التنموية؟ برضو لأ. جيم، تحسين برامج التنمية البشرية؟ برضو لأ. دال، خفض نسبة البطالة؟ ايوه، تبقى الإجابة دال. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس. تعالوا بقى نتكلم على الجزء الثاني وهو التركيب السكاني. لايقة على بعضها، اي والله الواحد بقى يقول شعر. الجزء الثاني تركيب سكاني. يعني ايه بقى تركيب سكاني؟ يعني تقسيم السكان حسب النوع والفئة العمرية وحسب الأنشطة الاقتصادية والمستوى التعليمي. يعني هنقسم السكان حسب الفئات اللي احنا قلناها دي كلها ونعرف عددهم قد ايه. يعني مثلا هنقسم السكان حسب النوع، نعرف قد ايه ستات وقد ايه رجالة. كمان هنقسم السكان حسب الفئة العمرية، نعرف قد ايه اطفال وقد ايه شباب وقد ايه كبار سن. برضه هنقسم السكان حسب الأنشطة الاقتصادية، نعرف قد ايه بيشتغلوا في الزراعة وقد ايه بيشتغلوا في الصناعة والتجارة والتعدين والسياحة وهكذا. كمان هنقسم السكان حسب المستوى التعليمي، نعرف قد ايه مش متعلمين وقد ايه متعلمين وهكذا. وبيعد التركيب السكاني من أبرز الخصائص السكانية لأي مجتمع، يعني من أهم المعلومات اللي لازم نكون عارفينها عن السكان في أي مجتمع، يعني في أي دولة. وبيتمثل التركيب السكاني في الآتي: أول حاجة التركيب النوعي، يعني تقسيم السكان حسب النوع، ذكور وإناث، رجالة وستات، ويمكن حسابه من خلال تحديد نسبة النوع إلى إجمالي عدد السكان. يعني لو عايز أعرف نسبة الذكور هعرفها بالنسبة لعدد السكان بتوع البلد كلها. نفس الكلام لو عايز أعرف نسبة الإناث
هعرف عن طريق عدد الإناث بالنسبة لعدد السكان بتوع البلد كلها. ومن متابعة التعدادات السكانية لمصر منذ عام 1996 وحتى الآن نجد أن نسبة الذكور أكبر من نسبة الإناث، وبلغت نسبة الذكور سنة 2012 51.2%، وبكده يعتبر ان اكتر من نص سكان مصر ذكور. وكمان لقينا ان نسبة الذكور تقل او تزيد من محافظة الاخرى، يعني مش كل المحافظات متساوية في نسبة الذكور. ازاي يعني الكلام ده؟ حيث تقل في المحافظات الطاردة للسكان زي محافظة كفر الشيخ والأقصر، لأنها محافظات طاردة للسكان، فالشباب بيسيبوا المحافظة ويروحوا محافظات تانية جاذبة للسكان يدوروا على شغل ويستقروا فيها. وبتزداد نسبة الذكور في المحافظات الجاذبة للسكان زي محافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء. وعايزك بقى تركز كده وتفتح عينك، المحافظات الطاردة للسكان بيقل فيها نسبة الذكور، والعكس بقى بيرتفع فيها نسبة الإناث. إنما بقى المحافظات الجاذبة للسكان بيرتفع فيها نسبة الذكور، والعكس تقل فيها نسبة الإناث. تمام كده؟ بكده نكون خلصنا كلام على التركيب النوعي. تعالوا بقى نتكلم على التركيب العمري. وهنقسم السكان بقى في التركيب العمري حسب الفئات العمرية، نعرف الأطفال عددهم قد إيه، والشباب عددهم قد إيه، وكبار السن عددهم قد إيه. والتركيب العمري يعتبر من أهم المؤشرات السكانية، يعني من أهم المعلومات اللي الحكومة لازم تكون عارفاها عن السكان. طب ليه بقى اشمعنى؟ لأنه توجد علاقة بين التركيب العمري للسكان والتنمية الاقتصادية. في علاقة بين التركيب العمري وبين المشروعات اللي الحكومة هتبنيها. ازاي يعني؟ ما انا هقولك. عن طريق التركيب العمري بنعرف القدرة الإنتاجية والحيوية للمجتمع، بنعرف المجتمع ده منتج ولا مستهلك. يعني مثلا لو عدد الشباب كتير في البلد، ده معناه ان المجتمع قدرته الحيوية عالية ومجتمع منتج، لان اللي بيشتغل ويقدر ينتج فئة الشباب. انما لو لقيت بقى فئة الاطفال اكتر وفئة كبار السن اكتر، معنى كده ان المجتمع ده مش منتج، ده مجتمع مستهلك، لان فئة الاطفال مش هتقدر تشتغل في المصانع والشركات وتنتج، ونفس الكلام فئة كبار السن اللي هم الجماعة العواجيز برضو مش هيقدروا يشتغلوا ولا ينتجوا، فمعنى كده ان المجتمع هيكون مستهلك. ولذلك يهتم المخططون اللي هم الحكومة بالتركيب العمري لبناء خططهم الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. الحكومة لما تيجي تعمل خطط تنموية او عايزة تعمل مشاريع بتشوف الاول التركيب العمري. لو لقيت فئة الاطفال اكتر، فهتكون خطة الحكومة الاهتمام ببناء مستشفيات ومدارس، لان دي اكتر حاجة بيحتاجها الاطفال. انما لو لقيت فئة الشباب اكتر، فهتروح بقى تبني مصانع وشركات عشان توفر لهم فرص عمل ويشتغلوا وينتجوا. وبعد ما بيتم جمع معلومات عن السكان الخاصة بالتركيب النوعي والتركيب العمري، بيتم تمثيل البيانات والمعلومات دي كلها في شكل بياني اسمه الهرم السكاني. ده ايه الشعر اللي انا عمال اقوله ده؟ شكل بياني هرم سكاني. طب يعني ايه هرم سكاني؟ هو احد الاشكال البيانية لتمثيل السكان من حيث الفئات العمرية والتركيب النوعي. يعني عن طريق الهرم السكاني تقدر تعرف معلومات عن السكان من حيث النوع، قد ايه ذكور وقد ايه اناث، وكمان من حيث العمر، قد ايه اطفال وقد ايه شباب وقد ايه كبار سن. يعني من الاخر كده تقدر تقول ان الهرم السكاني بيديك معلومات عن التركيب النوعي والتركيب العمري في نفس الوقت، يعني 2 في 1. ولما نبص على الهرم السكاني، بس نبص بقى بتركيز كده، هنلاحظ انه بينقسم افقيا يعني بالعرض، قسم للذكور اللي هو باللون الازرق، وقسم للاناث اللي هو باللون البنبي. وكمان بينقسم رأسيا يعني من تحت لفوق. هتلاقي تحت عند قاعدة الهرم تحت خالص الفئات العمرية الصغرى اللي هم صغار السن. وزي ما احنا ملاحظين ان فئة صغار السن عددها كبير جدا، بص المستطيل بتاعها عريض جدا، وده معناه ان ما شاء الله يعني ربنا يزيده ويبارك. وفي منتصف الهرم موجود فئة قوة العمل اللي هم الشباب اللي يقدروا يشتغلوا وينتجوا. وزي ما احنا شايفين ان فئة قوة العمل عددها كبير. وموجود في قمة الهرم من فوق الناس بقى اللي ربنا يديهم الصحة والعافية، كبار السن، وعددهم قليل جدا. ونصيحة مني بقى لكل الشباب اللي بيتفرجوا على الحلقة دي، شباب كبار السن نحترمهم ونديهم تقديرهم واحترامهم. يعني ما ينفعش نكون بنكلم واحد كبير في السن واحنا قاعدين، او نكون بنكلم واحد كبير في السن وماسكين الموبايل عمالين نلعب فيه ومش مركزين معاه. لازم نديهم تقديرهم واحترامهم. نرجع بقى لمرجوعنا تاني، هناخد كل فئة عمرية ونعرف عنها شوية معلومات بسيطة كده. ونبدأ بفئة صغار السن اللي موجودة في قاعدة الهرم السكاني، وهي بتضم الصغار أقل من 15 سنة.
يعني من اول ما الطفل يتولد لحد ما يوصل 15 سنة، وبعد 15 سنة كده خلاص هيخش الفئة اللي بعدها. وبتصل نسبة صغار السن إلى 34.7% من جملة السكان بتوع مصر كلها. وزيادة هذه الفئة أو اتساع قاعدة الهرم السكاني معناه ارتفاع معدل النمو السكاني، يعني السكان في مصر عددهم بيزيد، وإن مصر لم تصل لمرحلة الاستقرار السكاني. واستقرار سكاني معناه ان عدد السكان مش بيزيد، وطالما في مواليد كتير واطفال كتير معنى كده ان مصر مش في مرحلة الاستقرار السكاني وان السكان بيزيدوا. وكمان هيترتب على كده ارتفاع نسبة الإعالة وما تتطلبه هذه الفئة من متطلبات حياتية واجتماعية وتعليمية. فئة صغار السن مش بيشتغلوا، عايزين حد يصرف عليهم، وده اللي اسمه إعالة. وكمان بيكون ليهم متطلبات حياتية زي الأكل والشرب واللبس، ومتطلبات اجتماعية زي المستشفيات مثلا، وتعليمية زي المدارس. تعالوا بقى نتكلم على الفئة التانية، وهي فئة قوة العمل اللي بتكون موجودة في منتصف الهرم السكاني، وهي تضم الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى أقل من 65 سنة، وبتصل نسبتهم إلى 59.1% من جملة السكان في مصر، يعني أكتر من نص سكان مصر فئة قوة عمل. وزيادة فئة قوة العمل ده معناه إن الهرم السكاني في مرحلة الشباب، وإن مصر قادرة على تحقيق كافة برامج التنمية الاقتصادية. اعمل بقى مصانع وشركات، عندك أكتر من نص البلد قوة عمل عايزين بقى يشتغلوا وينتجوا. تعالوا بقى نتكلم على الفئة الثالثة، وهي فئة كبار السن اللي بتكون موجودة في قمة الهرم السكاني، وهي بتضم السكان الذين تبلغ أعمارهم أكتر من 65 سنة، وانت طالع بقى ربنا يديهم الصحة والعافية. وبتصل نسبتهم إلى 6.2% من جملة عدد السكان، يعني عددهم قليل جدا. وزيادة فئة كبار السن معناه زيادة نسبة الإعالة في مصر زي فئة صغار السن بالظبط، لأن كبار السن مش بيقدروا يشتغلوا ولا ينتجوا، فعايزين حد يصرف عليهم. وبكده نكون خلصنا كلام على الهرم السكاني. تعالوا ناخد سؤال نحبس بيه. من خلال دراستك للهرم السكاني المقابل، فمن المتوقع إذا استمرت زيادة الفئتين 1 و3 سوف يحدث إيه؟ ألف، إعاقة مشروعات التنمية، ب، الوصول لمرحلة الاستقرار السكاني، ج، نجاح خطط التنمية الاقتصادية، د، زيادة القدرة الإنتاجية. السؤال بيقولك لو الفئتين 1 و3 زادوا هيحصل ايه؟ الفئة 1 اللي هي صغار السن، والفئة 3 اللي هي كبار السن، والفئتين مش بيشتغلوا، ده عايزين حد يصرف عليهم، فلو عددهم زاد بقى هيحصل ايه؟ هتزيد نسبة الإعالة. وده معناه ايه بقى؟ تبقى الإجابة ألف، إعاقة مشروعات التنمية. يعني لو بنينا مصانع وشركات مش هنلاقي حد يشتغل، لأن فئة كبار السن وصغار السن مش بيشتغلوا. تعالوا بقى ناخد سؤال كمان. وضح أثر الهجرة الداخلية على التركيب النوعي لسكان محافظتي كفر الشيخ والسويس. عايزين نعرف أثر الهجرة الداخلية على التركيب النوعي، يعني عدد الذكور وعدد الإناث. إيه الإجابة بقى؟ في محافظة كفر الشيخ هيقل نسبة الذكور ويزداد نسبة الإناث لأنها طاردة للسكان. الشباب هيمشوا منها ويروحوا يدوروا على شغل في محافظة تانية زي محافظة السويس مثلا، فهيزداد فيها نسبة الذكور ويقل نسبة الإناث لأنها جاذبة للسكان. وبكده نكون خلصنا كلام على التركيب النوعي والتركيب العمري. تعالوا بقى نتكلم على التركيب الاقتصادي، يعني تقسيم السكان حسب الأنشطة الاقتصادية والحالة التعليمية. ويلا بينا نبدأ بالأنشطة الاقتصادية. بيقدر عدد العاملين بالأنشطة الاقتصادية المختلفة في مصر كلها بنحو 23.3 مليون نسمة. ولو بصينا على الرسم البياني اللي قدامنا، الدورية دي اللي بتبين كل شغلانة ونسبة الناس اللي بيشتغلوها، هنلاقي ان الزراعة هي اكثر الانشطة الاقتصادية انتشارا في مصر، وده بيدل على اهمية الزراعة للاقتصاد المصري. ولكن الزراعة بتأثر جدا على الحالة التعليمية في مصر، يعني هي سبب كبير جدا في زيادة نسبة الأمية في مصر، لأن نشاط الزراعة مش بيحتاج تعليم. يعني أنا مش محتاج أروح مدرسة أو أدخل كلية عشان أعرف إن البذرة أحطها في الطينة وأحط عليها شوية مية تطلع زرعة. وكمان المزارعين بيستخدموا أطفالهم كأيدي عاملة في الزراعة، يعني بيجيبوهم يساعدوهم في حرفة الزراعة، ففي الغالب الأطفال دول مش بيروحوا مدرسة وبينضموا لنسبة الأمية. كمان في نسبة كبيرة جدا من الناس بيشتغلوا في الخدمات والأنشطة الأخرى، والخدمات اللي هو زي الموظف، دكتور، فرد أمن، ضابط شرطة، ضابط جيش، سواق أتوبيس، كل دي تعتبر خدمات وأنشطة أخرى. ولو ركزنا أكتر هنلاقي إن التعليم هو أقل الأنشطة الاقتصادية انتشارا في مصر. تعالوا بقى نتكلم على الحالة التعليمية. هنشوف نسب التعليم في مصر.
لما نبص بقى على الرسم البياني اللي قدامنا اللي بيوضح نسب التعليم في مصر، هنلاقي ان اعلى نسبة للسكان من الملتحقين بالتعليم المتوسط اللي هو التعليم الفني، ولو ركزنا اكتر هنلاقي ان اقل نسبة للسكان من الحاصلين على التعليم فوق الجامعي، يعني بعد ما خلص الجامعة بيحضر بقى رسالة ماجستير وبعد كده دكتوراه. وكمان هنلاحظ ان نسبة الأمية مرتفعة جدا، 25.8%، يعني ربع سكان مصر لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. والأمية تمثل عائق أمام مشروعات التنمية، لأن بدل ما الدولة تهتم بإنشاء مصانع وشركات ومشروعات، هتهتم بمشروعات محو الأمية عشان تعلم الناس اللي بقت كبيرة ولسه ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. لو انت فهمت اللي فات ده كله فانزل حط لايك، ولو كنت عامل لايك من الأول الغيه واعمله تاني، ما تنزلش على الفاضي، اعمل أي منظر كده. وتعالى بقى عشان تحل سؤال الحلقة. تتجه معظم طيارات الهجرة في الوجه القبلي إلى محافظة إيه؟ ألف البحر الأحمر، ب الإسكندرية، ج بورسعيد، د الوادي الجديد. مستني اجاباتكم في التعليقات. وبس كده كون خلصت. انا عندي سؤال او استفسار اكتبوا في كومنت وارد عليك ان شاء الله، وانتظروني الحلقه اللي جايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.